بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي في الله؟ احنا النهاردة بقى الجمعة والغدا بتاعنا بقى احنا هنعمل ممبار، فانتوا هتشوفوه معانا دلوقتي. المكونات بتاعته بقى ده كده حوالي كيلو ممبار انا غسلاه ومنضفاه ومخليه زي الفل اهو. ومعانا هنا رز، نجيب الكاميرا كده. معايا هنا حوالي كوبايتين رز، وهنا هو حوالي ربع كيلو بصل وفرماه، وهنا بتاع 3-4 قرون فلفل حار يديله طعم حلو، ودي برضو هريسة شطة هنحط منها معلقة كده اهوت، ومقطعة هنا طماطم مقطعها صغير قوي ماشي، ومقطعة هنا اهوت كزبرة وشبت. بقدونس مش مستحب في اي محشي خالص، هو بيبقى كزبره والشبت اللي بيعملوا له ريحه حلوه خلاص. وهنا معايا كده حوالي برضو فنجان من الزيت. هنشتغل احنا دلوقتي مع بعض. وادي التوابل بتاعتنا اهي، عباره عن كمون وملح وبابريكا و7 بهارات ونعناع ماشي. فاحنا ايه، شوفوا بقى طريقتنا الحلوه كده وهنعمل مع بعض شغلنا دلوقتي. ادي البصل اهو ماشي، وهنحط الطماطم نشوف كده اهو خلاص، وهنحط معانا الفلفل اللي احنا مقطعينه الحار دوت، عشان برضو ما ننساش هناخد معلقه من ميه النار ديت انا مسميها ميه نار، دي الهريسه، هريسه شطه اهي خلاص. وهنحط معانا الخضره بتاعتها الحلوه دي اللي هي عباره عن الشبت والكزبره، نقعد نقلبهم شويه بعد ما هنقلب بقى نحط توابلنا الجميله دي كلها كده الاول، نقلبها هنا حلو بالمره. هنحط ايه، فنجان الزيت ده معانا، انا ما زودتش لان هو بيفيد دهونه، يعني ورق اسمه الممبار في الدهن بتاعه اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى طريقه لما بتعملوه ني في ني كده، هو ده الطعم الحلو اللي فيه، وهي دي الريحه اللي احنا بنشمها عند الجيران كده، بيبقى طعمه حلو قوي. لكن المتسبك ده ما بيبقاش قوي زي ده خلاص. هنحط معانا الرز نشوفه كده حبه حبه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حاجه نقطعها صغير قوي. وادي معانا الخلطه جهزت خلاص بتاعت الممبار بتاعنا. نقلبه كويس قوي عشان ندخل التوابل كلها مع بعضيها. بص المنظر حلو كده ويشرح القلب ازاي. طيب احنا هنجيب بقى ايه اهوت واحده كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. انا دايما بقى ايه بعمله بايديا كده بايديا هنا كده، زي ما اكون بزغط وزه او بطه. طريقته سهله جدا، وانا منضفاه وغسلاه ونقعاه في ميه وملح وخل ومعلقه سكر كمان حبه كبيره. اصلا كمان انا كنت عامله كده وشلته، وبعد ما شلته اما رجعت بقى هشتغل بيه دلوقتي رحت عامله نفس الحكايه برضو، ان انا برضو نقعته تاني في ميه وملح وخل. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقته يا جماعه سهله جدا، يعني مش محتاجه حاجه خالص، كله ني في ني بيبقى احلى بكتير لما بيكون مسبك. الناس اللي هم المبتدئين، الناس اللي ما بيعرفوش يعملوه اهو طريقته سهله جدا يعني. نقعد ننزل كده اهو
قدامنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللايك يا جماعه، ما تنسوش اللايك الله يخليكم، الاشتراك عشان خاطر ايه، ده اللي بيرفع الفيديو، اللايك هو ده اللي بيرفع الفيديو، والاشتراك يا حبايبي. بارك الله فيكم يا رب. كده اهو. نقعد بقى ايه، اكنك بتزغطي بط او وز. تقعدي تنزلي كده اهو وتفرديه وتنزلي الرز. احنا ما بنقفلوش، ولا زمان كانوا اهالينا بيقفلوه كان بيفرقع، لا دلوقتي احنا ما بنعملش الموضوع ده اهو. تعملي زي ما انا بعمل كده اهو، بقت قطعه واحده اهو. خلاص نعمل واحد تاني اهو كده اهو. اللي عاوز يعمل بقمع يعمل بقى، ما فيش مشكله يعني، بس انا ايه خدت على كده يعني، انا خدت على ان افرد صوابع كده واعمل بالقمع بقى. لما بيكون اللي هو الضاني الرفيع قوي 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 دوت، ده لا لازم هيحتاج قمع، لكن ده اهو مفتوح معانا اهو شغال يعني. احنا في حاجات كتير جهزناها في عيد الاضحى، بس مش هناكل كل ده مع بعض يعني، مش هناكله مره واحده يعني، ففي حاجات فضلت يعني، الممبار ده فضل يعني، وبرده لسه في بقايا لحمه، فاحنا قلنا نعمل الممبار النهارده بقى. الواحد فاكر نفسه في العيد هياكل كل حاجه، لكن لا، بالتأني برضو يعني. جبنا الكرشه وجبنا الممبار وجبنا الفشه وجبنا الحاجات اللي هي اسمها حلويات المذبح دي كلها، بس اتضح ان لا مش هتاكلي ده كله. بس فده قاعد لي انا بقى، قلت خلاص اعمله بعد العيد. اهو شفتوا يا جماعه سهله ازاي، ما بياخدش وقت خالص اهو. لا في طبخه، واديكوا الطريقه شفتوها اهو، انت مجهزه حاجتك قفلتيها حشيتي بيه على اهو. تخلوها بقى بالشكل ده كده اهو. خلاص طيب، عشان ما اطولش عليكم بقى اخلص الكميه دي وهرجع لكم تاني. طب احنا دلوقتي خلاص خلصنا، وانا كنت سخنت ميه وحطيت فيها طماطم وبصل وقرن فلفل رومي، وحطيت فيها ملح، ما زودتش عن كده. وادي الكميه اللي ايه اللي انا عملتها. ماشي، احنا هنا مش بنربطها يا جماعه، لا من هنا ولا من هنا، بننزلها زي ما هي كده وهي بتقفل نفسها بنفسها. ماشي، ادي الكميه اللي معانا هننزلها بقى كلها. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي اهو. هي ما ولا نربط يمين ولا شمال ولا نخرم ولا نعمل الحاجات اللي كانوا اهالينا زمان يعني الغلابه دول كانوا بيعملوها. الدنيا اتطورت دلوقتي. دلوقتي هي تقوم قافشه مع نفسها كده، اللحم يقفل على الرز وبتستوي وبتبقى جميله ومفيش حاجه بتفرقع ولا حاجه. ماشي، ادي اهو كيلو ممبار عمل لنا السعد والهنا اهو، وتاكل بألف هنا وشوف يا رب. شفتوا انتوا طريقتنا الحلوه بقى، والله بيبقى اجمله وهو ني والله، ما يعني ما فيش احلى من كده. لكن لما بيكون مثلا مسبكين الطماطم والحاجات بتاعه المحشي كده، انت بتاكلي كده محشي، ما بتاكليش ممبار. بس كده اهوت، والدنيا بقت حلوه معانا. سواء نجيب معلقه كده عشان اقلبه. بسم الله ما شاء الله، بصوا اهو مسك نفسه ازاي اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجه تفتح النفس. يلا اتعلموا مننا واعملوا زينا. الكلام دوت للناس اللي هم مبتدئين او بنات لسه في متخرجين جديد وهيتجوزوا على وش جواز، او الستات اللي هي في ستات والله ما بتعرفش. انا اعرف ناس ما بيعرفوش يعملوا كوبايه رز. فكلنا بنتعلم من بعض يا جماعه، كلنا بنتعلم من بعض. طريقه حلوه وجميله اهي. يلا نسيبه بقى مع نفسه كده لغايه ما يستوي. لما يخلص هرجع لكم. بيغلى اهو، شوفوا لم على الجلد، لم على الرز قفل سواه جوه، ولا محتاج بقى الربط ولا اي حاجه خالص.
وزي ما انتم شايفينه قدامكم اهو، والدهون اللي فيه نزلت اهي، عشان كده انا ما زودتش الزيت بتاعه. خلاص خلاص انا طفيت عليه، هو كده يعتبر استوى. خد حوالي ساعة. بسم الله ما شاء الله زي الفل اهو. نحطه قدام زي ما انتم شايفينه هنا كده. هنطلع الباقي بقى. خلاص سخن. ادي الكمية بتاعتنا اهو، حوالي كيلو. هو كيلو فعلا عمل لنا الكمية دي. وادي استوى معانا بقى، هنحمره وارجع لكم تاني. كده خلاص خلصنا الممبار الجميل اهو. شايفين جماله وشايفين حلاوته، وانتوا دلوقتي شفتوا الطريقه بتاعته. ودي كانت عندي فاصوليا من الاول كده اهوت، وده بتنجان كده اهوت. انا بعد ما بقليه بعمل له بخرط له طماطم واحط عليه الدقه واقلبه معاه. ماشي. وادي ده كان غدانا النهارده. يلا بقى اتفضلوا معانا كده. متنسوناش يا حبايبي بقى في اللايك يا حبايبي، والاشتراك والشير. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.